السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هعمل صينية بطاطس حمرا بالطماطم يعني. في تريكات كده انا بعملها في الاول من قبل ما احطها في الفرن. كان عندي فرخة وبعدين تبلتها امبارح تبلتها التتبيلة العادية بتاعتنا، بصل وملح وفلفل اسمر ورشة جوز الطيب. ضربتها في الكبة، نعمتها اول بصلة بالطماطمايه، نعمتها قوي وبعدين تبلتها وحطيتها في التلاجة. ليه بقى؟ لان الفرخه كبيره شويه عشان ما تاخدش سوا، فالتتبيله بتاكل فيها فبتطريها شويه. تمام. فانا دلوقتي تاني يوم اهو هعمل صينيه البطاطس، وبرده بعمل فيها تركات كده قبل ما ببتدي فيها. عندي هنا بصله كبيره اهي، عندي طماطمايه، عندي قرن فلفل سبايسي او العادي، فانا هحط ده بس لان ما بحبش الفلفل في صينيه البطاطس. وعندي بطاطس اهيت هقطعها دلوقتي قدامكم. انا هقطع البصل ده جوليان كده، ماشي. تقطيع اللي انتوا عايزين تقطعوها قطع صغيره، عايزين تقطعوها جوليان فبراحتكم خالص. ما تقطعوها ده بدواير دايره كده عادي، براحتكم خالص، براحتكم خالص. التقطيع ده براحتكم، ما تعقدوش الدنيا وتقولوا ما بنعرفش ومش عارفه كده يعني. ما تعقدوش الدنيا خالص اهو. تمام. هقطع الباقي وارجع لكم. بصوا، قطعت اهو، وقطعت الفلفل شرايح كده، وايه، والفلفل برضو نفس الكلام، والطماطم نفس الكلام. خليهم كده. اقول لكم دلوقتي هعمل ايه. تمام. هجيب شويه ملح اهو. طبعا الملح حسب الرغبه، انتوا ادرى بالملح اللي بتحطوه. فلفل اسمر. تمام. رشه جوز الطيب. الله يرحم الجميع. رشه كزبره، رشه بسيطه. كمون طبعا. تمام. انا كنت هنا ضاربه ورق لورا مع حبهان، انا ضرباه في البيت يعني، مش شارياه جاهز. تمام. هاخد شويه برضو اهو، رشه. قطع معايا هنا 4 فصوص توم الجديد ده اللي هو لسه طالع. اهو مش راضي يتعمل قوي، لسه جديد وضربه بيبقى رخم قوي اهو. ماشي. تمام. كل ده بقى هقلب على بعضه كده اهو. طبعا لسه ما قطعتش البطاطس، بس اعمل دول كده مع بعض بس الاول، واركنه على جنب بس لحد ما اقطع البطاطس، عشان العصاره بتاعه البصل والطماطم تنزل شويه، ولما اتبل البطاطس يبقى كله ايه، متطعم من التتبيله دي. تمام اهو. تمام. هركنها بس على جنب هنا، اغسل بس ايدي. بصوا البطاطس اهي، هقطعها تخينه شويه مش رفيعه، عشان زي ما قلت لكم الفرخه كبيره. الفرخه حجمها كبير، وكمان عشان لما تستوي البطاطس ما تتهريش، تستوي قبل الفرخه، لا يستوي الاتنين مع بعض. انا ما باخدش البطاطس ما بسلقهاش او ما باخدهاش نص سوا، لا ما بعملش كده. بصوا كده مثلا، بسم الله. حاولوا على قد ما تقدروا يبقى ايه، الحجم واحد.
ممكن ما تمشيش حجم واحد، بس حاولوا يعني. اهو بصوا بصوا، في ممكن واحده اتخن من واحده شويه، بس هما يعني ايه تمام يعني. دي اهي زي ما انتم شايفين كده، علشان هتاخد نفس سوى الفرخه. ما دي ما تستويش قبلها. تمام. هقطع الباقي نفس الحكايه وارجع لكم. بصوا اهو قطعتهم كلهم زي ما انا قلت لكم كده. ماشي اهو زي ما انتم شايفين كده. هعمل ايه بقى؟ هقلبهم كلهم مع الخلطه اللي انا عملتها دلوقتي زي ما انتم شايفين كده اهو. قبل ما اعمل صينيه البطاطس بحب ايه اتبلها كده. تمام. سيبها منوعه براحتها بقى، عقبال ما اجي اعملها تكون اتبلت واتطعمت مع البصل والثوم وكده. قرب بقى لو خلاص تبلتها شويه، وبعد كده هاجي بقى عشان احطها في الفرن، اقوم ضربه الطماطم واقوم حطها عليها. وقبل ما احطها احط برضو عليها الفرخه انا متبلاها، يعني مش هحتاج اتبلها مع البصل مع البطاطس. انا الفرخه كده كده متبلاها لوحدها. خلاص الفراخ زي ما قلت لكم انا متبلاها، مش هحتاج ان انا اتبلها مع البطاطس من بالليل. لو انت بقى جايبه الفرخه من اليوم هتعملي صينيه البطاطس في وقتها، هتنقعها بس نص ساعه مع بعض. هتعملوا التتبيله دي وتنقعها مع بعض، وبعدين تحطوا الطماطم. انا هنا لسه ما حطيتش لا زيت ولا سمنه، انا هسيبها بس عشان التتبيله دي البصله بالطماطم تنزل ميتها، وهوريها لكم لما اسيبها شويه. وبعد كده احط السمنه والزيت لما احط ايه، اما اجيب احط الفراخ. تمام. انا هسيبها شويه، هغطيها واحطها في التلاجة شويه. واسيبها بقى براحتي. كده كده احنا لسه قدامنا للمغرب عشان الحاجه صايمه، فقبل المغرب هوريكم انا هعمل ايه. تمام. نصلي العصر بامر الله ونبقى نعلق عليها كده زي ما انتم شايفين. بصوا هتلاقوا البصله، شوفوا تشرب الميه ايه. تيجوا بقى تعملوها. احنا حاطين ملح يا جماعه، والفراخ عليها ملح علشان ما نحطش ملح تاني، علشان ما تبقاش حادقه. ركزوا في الحته دي قوي عشان ما تبقاش حادقه. تمام. ادينا عملتها اهو. وكده هتشرب من التتبيله بتاعتها. تلاقي البطاطسايه لما تستوي متطعمه بطعم التتبيله، والفراخ برضو نفس طعم التتبيله، وتحسوا مرمله وجميله كده. جربوا الطريقه دي والله هتعجبكم قوي. اما اجي اعلق عليها بقى واحط بقيه المكونات بتاعتها هرجع لكم. السلام عليكم. بصوا رجعت لكم تاني اهو بعد ما تبلت البطاطس وحطيتها في التلاجة نص ساعه او ساعه بكتير. بصوا الميه اللي نزلت منها قد ايه. دي بقى الميه اللي نزلت من التتبيله اللي قلت لكم عليها علشان تطعم بيها البطاطس، حتى تحس ان البطاطس بقت طريه ازاي. معناها ايه. الفراخ نفس الكلام. تمام. انا هنا بقى ضربت الطماطم اهي، دي يعتبر كيلو طماطم كده. تمام. هحط عليها كيس صلصه عشان تحمرها شويه. الطماطم يا جماعه طماطم على حسب الكميه اللي انتوا عاملينها. تمام. يعني محدش يعمل نص كيلو بطاطس ويروح يحط كيلو طماطم، لا. في ناس بتحب الطماطم كتير وفي ناس بتحب الطماطم خفيفه. تمام. فدي حاجه ترجع لكم يا جماعه. هقلبها كده شويه. تمام. تمام اهي. طبعا احنا متبلين هنا ببصل وبملح وفلفل وشويه رشه جوز الطيب وكمون وملح. طبعا الملح طبعا على حسب الرغبه. بس وزي ما انا قلت هي طبعا الطماطم هتتسبك لوحدها. الطماطم هتتسبك مع البطاطس. تمام. بصوا هنحطها بقى. بسم الله الرحمن الرحيم اهو كلها على البتاع.
عليها ميه طبعا واحط في صينيه البطاطس. هتشوفوا دلوقتي هعمل ايه. تمام. بقلبها برضو كده مع البطاطس عشان تتغلف بيها. في ناس بتحط الطماطم، بتبقى حاطه البطاطس وبعدين تحط الطماطم فوقها كده وما تقلبهمش في بعض. انا ما بحبش كده، بحس ان البطاطسايه تبقى بيضه مش حمرا. انا كنت بعملها كده برضو بس اقلب كده بسيط. تمام. هوريكم دلوقتي هعمل ايه. بصوا الفراخ اهي، كنت متبلاها امبارح زي ما قلت لكم اهي. متبلاها امبارح بصلايه وطماطمايه، بشرتهم كويس قوي، ضربتهم في الكبه ونعمتهم كويس قوي اهو. وحطيت ملح وفلفل اسمر ورشه جوز الطيب وحطيتها في التلاجة من قبلها بيوم. دي تاني يوم. بصوا الفراخ اهي. الفراخ دي انا مربيها في البيت وذبحها برضه، انا اللي ذبحها. تمام. حطها بقى كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا ما شاء الله ما شاء الله لا قوه الا بالله. بصوا هي حجم قد ايه كبيره ما شاء الله يعني اهو. بصوا البطاطس تحت بقى وهي ايه فوقها كده. هرصها وارجع لكم عشان الفيديو ما يطولش. بصوا رصيتها اهو، رصيتها زي ما انتم شايفين اهو، زي ما انتم شايفين كده رصيتها اهو. طبعا ده مش هتترمي، تتحط عليه التتبيله بتاع امبارح بتاع الفراخ اهي. تمام كده ايه الفراخ جاهزه. تمام. لسه طبعا هنحط بقى زيت. بصوا اهي زي ما انتم شايفين كده. هنحط بقى شويه زيت طبعا، مش هكتر عشان الفرخه دي فيها دهن. وحته سمنه. حته سمنه. تمام اهو. تمام كده. المفروض ان هي جاهزه تتحط في الفرن. نحط هنا طماطم اهو. طبعا بقى براحتنا بقى، حط عليها صوص من فوق. وهوريها لكم برضو انا لما الطماطم بتتسبك علشان احمر الفراخ من فوق بقوم حاطه الصلصه. هوريها لكم اهو كده مثلا اهو. تمام. انا بنضف طبعا الصينيه دي قبل ما تخش الفرن. اعمل ايه بقى؟ طبعا وحاطه ميه اهي. صفيت الطماطم اهو زي اي ست مصريه بتعمل وبتهدرش في حاجتها اهو. مينفعش نهدر، مينفعش نهدر خالص، مينفعش. مش وقت تهدير لاي حاجه اهو. شفتوا بقى؟ شفتوا الجمال؟ ملهاش حل والله، ملهاش حل. هنضفها واحطها على البوتاجاز من فوق. هحطها على العين الكبيره تاخد بس غلوتين فوق وبعدين ادخلها الفرن. بس الفرن يكون
بتسخن قبلها، يعني انا هحطها فوق تاخد غلوتين كده وبعدين احطها في الفرن، بس اكون مشغلاه قبلها ب10 دقايق ولا حاجه. تمام، هوريكم لما احطها في الفرن. بصوا انا حطيتها على البوتاجاز اهو بتغلي اهي، ماشي زي ما انتم شايفين، ومولعه الفرن. تاخد بس غلوتين كمان واطفي عليها. تمام. هطفي من هنا، وطبعا هحطها في الفرن واوطي عليها علشان تستوي براحتها، عشان زي ما قلت لكم ان الفراخ كبيره، فلازم توطي عليها علشان تستوي والبطاطس ما تتهريش وتكون الفراخ لسه ما استوتش. تمام. انا رشيت رشه فلفل اسمر كده فوقيها، وحطيت شويه ملح لاني زودت شويه ميه. تمام. هوريها لكم لما ادخلها الفرن ولما تستوي هوريها لكم. بصوا زي ما قلت لكم كده اهي شوفوا، حطيتها هنا، حطيتها فوق 5 دقايق ونزلتها تحت لما الفرن سخن شويه اهي. اهي زي ما انتم شايفين كده، 5 برضو تغلي 5، واطلعها على الشوايه فوق كده علشان واوطي الفرن عشان تستوي براحتها وتتسبك بقى براحتها. واخر 5 دقايق او اخر 10 دقايق كده هشغل الشوايه عليها عشان تتحمر من فوق. هوريها لكم برضه. بصوا عامله ازاي، هنا لسه مكملتش التسويه بتاعتها، هنطلعها عشان اوريها لكم. بصوا البطاطس اساسا استوت اهي، والفراخ استوت اهي، شفتوا تمام. شفت عشان قلت لكم دي الفراخ انا مربيها في البيت، فدي فراخ بيضة على فكره، مش فراخ بلدي. مش عايزه اقول لكم الريحه والطعم فظيعه، فكلها ما شاء الله عليها زي البلدي بالظبط. لما تربيها في البيت بتبقى احسن ما تشتريها من بره. اهو بصوا المنظر، بصوا سمنه، بصوا عامله ازاي، ما شاء الله ما شاء الله يعني. هدخلها الفرن تاني 5 وهشغل عليها الشوايه زي ما انتم شايفين كده، 5 وهشغل عليها ان شاء الله الشوايه. تمام. هوريها لكم لما اخلصها برضو. بصوا انا وطيت تحت اهو، وطيت خالص وشغلت الشوايه، مش عارفه انتوا شايفينها ولا لا. شغلت الشوايه، اوطي شويه عليها واسيبها بقى براحتها اهي. خلاص تبدا ما تتحمر اوريها لكم. بصوا الجمال كده، خلصت اهي. بصوا الجمال، بصوا بطاطس دايبه، بطاطس دايبه ازاي، الفراخ دايبه ازاي. بصوا سخنه طبعا مش عارفه امسكها، شوفوا دايبه 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 ما شاء الله. طبعا عشان احنا قعدناها في التتبيله كتير فاستوت على طول. بصوا شفتوا الجمال، بألف هنا وشفا علينا. المغرب أذن اهو، الله اكبر والعزة قدام لله. عملت جنبها شويه رز بشعريه. بصوا لسه طبعا اغلب بقى عشان حاجه صايمه وكده زي ما والله يا جماعه ريحتها وطعمها مش عايزه اقول لكم خرافه. يلا الف هنا وشفا، سلام عليكم.